فهيم، انا شفت لك فيديو عن اكتر مجالات العمل الحر عليها طلب وعجبني قوي ونقيت مهاره هتعلمها ان شاء الله. كويس والله، بس انا مش عارف اعمل ايه بالظبط عشان اكون فريلانسر. يعني انت عايز تعرف ايه الحاجات اللي المفروض تعملها عشان تكون فريلانسر صح؟ بالظبط. قول لي اهم الحاجات اللي احطها في الاعتبار قبل ما ابدا خالص. ماشي يا عم، هقول لك وهقول لك كمان المجالات الاكثر طلبا اللي ما قلناهمش في الحلقه اللي فاتت. دلعني بس ما تنساش احنا فكرنا ال 21 الحق افهمك وحق تكون فهيم. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا فهيم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو انت اول مره تشوفني فانا بقدم لك محتوى يساعدك انك تطور من حياتك المهنيه والجسديه وعاداتك اليوميه عن طريق نقل التجارب والافكار من الكتب والمقالات. فلو مهتم بالمحتوى ده اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك اشعار لما ننزل فيديو جديد. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين واخواتنا في السودان، ربنا يفك كربهم ويهون عليهم الايام الصعبه، اللهم امين. وصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عشان تبدا صديقي الفهيم في العمل الحر لازم تعدي على الخطوات اللي هقولها لك. اول خطوه هي تحديد المهاره. لازم الاول تحدد انت عايز تشتغل بانهي مهاره في العمل الحر. العمل الحر هو سوق حر لا يحكمه رؤساء لشركات او مديرين او اي حاجه من الحاجات اللي موجوده في الوظيفه. العمل الحر هو مبني على التعامل المباشر ما بينك وما بين العميل. انت بتعرف تعمل حاجه معينه وبتعرف تسوق لنفسك، فيجي لك عميل تبيع له الحاجه اللي انت بتعملها وبتاخد عليها مقابل مادي. فانت خلاص طالما قررت انك هتشتغل في العمل الحر فانت لازم تحدد مهاره معينه تتعلمها عشان تشتغل بيها في العمل الحر، عشان تقدر تسوق لها وتقدر تنافس في سوق كبير زي ما قلت لك انت اللي بتعمل كل حاجه فيه. اعمل سيرش على انواع مهارات العمل الحر على جوجل او على اي تشات بوت من الذكاء الاصطناعي. خد انت رايح فين؟ انت رايح تعمل بجد سيرش؟ يا عم ما تتعبنيش بقى، يعني انا اتعب واجمع لك المعلومات واعمل لك فيديو واثنين وفي الاخر تسيبني وتروح تسال جوجل؟ كانش العشم يا صديقي الفهيم. انا عامل 4 حلقات للعمل الحر بالحلقه دي، واخر حلقه فيها اكتر المجالات طلبا في سوق العمل الحر سنه 2023 و2024. ابقى شوفهم وشوف انهي مهاره انت حابب تعرف عنها، وبعد ما تحدد المهاره اللي انت عايز تشتغل بيها تدخل على الحاجه اللي بعد كده واللي هي الميزه التنافسيه. انت لازم يا صديقي الفهيم تكون متميز في حاجه. يعني ايه؟ يعني انت مثلا حابب انك تشتغل في العمل الحر بمهاره البرمجه. البرمجه دي كلمه كبيره قوي وواسعه جدا، لان جوه مهاره البرمجه في مجالات كتير قوي، وانت استحاله تكون قوي في كل مجالات البرمجه لان مفيش حد كده. اي مبرمج في الدنيا هتلاقيه بيعرف يكتب كود باي لغه ويعرف يعمل حل مشكلات، لكن لازم تلاقيه قوي في حته معينه. يعني انا مبرمج وبعرف اكتب كود وبحل مشاكل ومعايا 10 لغات برمجه، لكن انا قوي قوي في الموبايل ابلكيشنز، او انا قوي قوي في الاي اي وتعلم الاله. فانت لازم يكون معاك مهاره بشكل عام وجزء متميز فيه قوي في المهاره دي. وليه لازم تكون كده؟ لان لو مثلا انت فول ستاك ديفلوبر وده الراجل اللي شغال في تطوير المواقع الالكترونيه وبتعرف تشتغل باك اند وفرونت اند، وهم دول الحاجتين اللي بتشتغلهم عشان تبني موقع، بس انت قوي قوي في الباك اند وجيت تدور على شغل في الباك اند لقيت الدنيا متقفله ومفيش شغل، لكن في مشروع فرونت اند اتطلب منك وفلوسه مش وحشه، فهتقول لا انا مش هاخده عشان انا اقوى في الباك اند. هو ده الغلط. فانت لازم تكون ملم بمجال كامل وتقدر تتعامل فيه، لكن لازم تكون جامد قوي في حته معينه عشان تعرف تسوق لنفسك بيها. الخطوه اللي بعد كده اللغه. انت لازم على الاقل يكون معاك لغه ثانيه بجانب اللغه الاساسيه اللي انت بتتكلم بيها، لان ده هيديك انت نقطه ازيد في الميزه التنافسيه ما بين كل اللي حواليك. يعني انت بتتكلم عربي وده كويس جدا، لان ممكن تقابل عميل بيتكلم عربي وعايز خدمه منك، فالافضل وقتها انك تتكلم معاه بالعربي. لكن لو هتقابل اي عميل تاني اجنبي فمعظمهم بيتكلموا انجليش، فانت هتحتاج انك تتعلم ازاي تترجم الكلام ده وتقدر تكتب كلام من على جوجل ترانزليشن وتفهم وتعرف تعمل اكسبريشن على جوجل وتاخد الترجمه الانجليزي وتبعتها للعميل. بس يا معلم مش اكتر من كده، يعني مش مطلوب منك انك تكون فلوينت في الانجليزي، انت بس محتاج انك تعرف تتعامل وتعرف تتصرف وبشكل سريع، لان السرعه مهمه جدا في مجال العمل الحر. الحاجه اللي بعد كده هي طريقه اختيار الموقع. في مواقع كتير للعمل الحر يا صديقي الفهيم، زي موقع اب وورك وموقع فريلانسر وموقع فايفر، اللي طبعا ده مقاطعه عشان تابع للخنازير، اكيد طبعا انتوا عارفينهم. سوق العمل الحر فعلا مليان، وهتلاقي عندك بعض المواقع العربيه زي مستقل وخمسات، لكن هي الفكره ان في بعض المواقع تقدر تشتغل عليها بعض الشغلانات وفي مواقع ثانيه لا. يعني مثلا موقع خمسات تقدر تعمل عليه اعمال صغيره زي انك تصمم لوجو، انك تصمم صوره، انك تصمم غلاف، على عكس موقع زي اب وورك تقدر تاخد من عليه مشروع كامل لبراندنج البيزنس، مشروع موقع الكتروني كامل من الصفر. لكن كل الكلام ده مش مهم قوي، لان انت لو بتقدم خدمتك على كل مواقع العمل الحر فدي مش حاجه وحشه، لان وارد يجي لك مشروع من اي موقع. لكن انا بفضل انك تهتم بموقعين 3 بالكتير وتهتم بيهم اهتمام كبير ودايما تكون متابعهم، لان انت لو حد بعت لك على اي موقع وقعدت فتره كبيره ما بتردش عليه ده بيقلل من الريت بتاعك على الموقع ده غير ان موقع زي اب وورك بيبين انت كنت اكتف امتى على الموقع للناس اللي بتشوف او بتطلب خدمتك، فكل ده بيزود مصداقيتك وبيديك فرصه اكبر انك تاخد المشروع. فانت ركز على موقعين 3 بس وابني فيهم بورتفوليو قوي. الحاجه اللي تحطها في الاعتبار بقى هي ازاي هتاخد فلوسك. شوف المواقع اللي طريقه سحب الفلوس منها بتكون سهله، وتاكد ان المواقع دي عندها مصداقيه في التعامل مع العملاء، ونقي المواقع اللي تتماشى مع المهاره او الخدمه اللي انت بتقدمها. وانا ارشح لك اب وورك وفريلانسر وبيبل بير اور، وهتلاقي في مواقع ثانيه كتير، لكن دول اكتر 3 مواقع ترشحوا لي من ناس
ناس اقوياء جدا في الفريلانس. الخطوه اللي بعد كده ابدا. لازم تبدا يا صديقي الفهيم، لان في حاجات كتير قوي ولا انا ولا غيري هنعرف نقولها لك، ولا هتقدر تستوعبها غير لما تتعرض ليها. بمعنى اصح في بعض الحاجات اللي لازم هتقف معاك اول مره، وبعد ما تعرفها هتاخد على الموضوع وتعدلها والدنيا هتمشي. فانت لازم بعد ما تحدد وتتعلم المهارات تبدا على طول في الفريلانس، وما تحطش في دماغك انك اول ما تشتغل في الفريلانس هتلاقي الفلوس نازله عليك زي الرز. في البدايه الموضوع هيبقى الى حد ما صعب، لكن مع الوقت الموضوع هيبقى اسهل عليك وهتتعرف وهتلاقي الشغل هو اللي بيطلب منك. دي تقريبا اهم الحاجات اللي لازم تحطها في الاعتبار قبل ما تبدا في الفريلانس. عندنا بقى بعض المهارات الاكثر طلبا في سوق العمل الحر واللي بيكملوا المهارات اللي اتكلمنا عنهم في الحلقه اللي فاتت. والمهاره الاولى هي مستشار التسويق الرقمي. مفيش شركه بتنجح الا والتسويق لازم يكون ليه يد في النجاح ده. انت راجل عندك خبرات كبيره في التسويق الرقمي واشتغلت في اكتر من شركه، وشايف انك عندك القدره على الاضافه للشركات وتقدر تساعدهم على النجاح عن طريق انك تحط لهم خطه تسويقيه او تقول لهم استشاره معينه في التسويق الخاص بشركتهم، وبالتالي تقدر تاخد مقابل مادي على الاستشاره اللي انت بتقدمها في المجال ده. شبيه شويه لمجال الاستشارات اللي اتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت. ولازم يكون عندك خبره كبيره في المجال وتكون قعدت في المجال ده مده كبيره واخد توب ريتد عشان تقدر تقدم الاستشاره. والمقابل المادي في الساعه بيتراوح ما بين $15 ل $45. وتحليل موقع اب وورك بيتوقع نمو الطلب على الشغلانه دي بنسبه 10% سنه 2031. ودي بعض الطلبات على خدمه التسويق الرقمي. في طبعا طلبات كتيره على الشغلانه، وهنا واحد عايز مسوق الكتروني يقدر يسوق له موقع التجاره الالكترونيه بتاعه على شوبيفاي ومستعد يدفع $50. وغيرهم كتير من الشغلانات اللي بتبين قد ايه شغلانه التسويق شغلانه مهمه للي شغال فيها. المهاره اللي بعد كده يا صديقي الفهيم هي الجرافيك ديزاين. بص هي دي من اهم المهارات اللي انا بنصح الناس بيهم. مهاره الجرافيك ديزاين بيندرج تحت منه كذا مهاره زي الموشن جرافيك 2D و 3D، ويجي تحت منه مصمم الصور واللوجو وعمل البراندنج والفيديو اديتنج وتصميم الصور المصغره. كل ده تحت نفس المسمى. الشخصيه اللي بتشتغل في الجرافيكس لازم يكون عنده حس ابداعي كبير جدا، لان المشروع بيتعمل في دماغه قبل ما بيتعمل على الكمبيوتر. البرامج اللي هو بيستخدمها هي مجرد ادوات للمشروع اللي بينفذه في دماغه. عشان كده هتلاقي ديزاينر قوي وديزاينر ضعيف وبيستخدموا نفس البرامج. فانا وجهه نظري وبعد ما الاي اي بقى يساعد الناس اللي شغاله في المجال ده بشكل كبير ان المجال حلو والطلب عليه هيزيد، خصوصا ان فكره المشاريع قائمه ومش هتنجح من غير تسويق. والتسويق هيعتمد بشكل كبير على شغل الجرافيكس اللي هيخلي المشاهد يشوف الحاجه عشان يقدر يشتري. والطلب على الشغلانه دي متفاوت لان جمعت لك معظم المهارات اللي في الجرافيكس تحت مسمى الجرافيك ديزاين، لكن هو هيكون عليه طلب وطلب كبير جدا كمان. وفلوس المجال ده بتتراوح ما بين $5 ل $50 في الساعه على حسب طبعا نوع التصميم اللي انت شغال عليه، هل هو فيكسد ولا موشن وهكذا. وطبعا شغل الجرافيكس مالي مواقع العمل الحر، تقدر تدخل وتدور وهتلاقي شغل كتير. المهاره اللي بعد كده هي موبايل اب ديفلوبر، وده الراجل اللي بيعمل كل الابلكيشنز اللي انت بتستخدمها على الموبايل بتاعك. في مشاريع ممكن تطلب منك انك تبداها من الصفر، في مشاريع ثانيه ممكن يطلب منك فيها انك تحسن بعض الحاجات اللي موجوده جوه تطبيق موجود بالفعل. ولو انت عندك خبره في لغات البرمجه سويفت او كوتلين على حسب موقع اب وورك هيكون عندك ميزه تنافسيه كبيره لما تيجي تبحث عن شغل. المقابل المادي للشغلانه دي يا صديقي الفهيم بيتراوح ما بين $18 ل $38 في الساعه الواحده، والطلب على الشغلانه هيزيد بنسبه 25% سنه 2031. ولو بصيت معايا على طلبات الشغل للمهاره دي هتلاقي بيطلب فيها مبالغ كبيره. يعني ده واحد عايز ابلكيشن تراكنج على نظام الاي او اس، وطبعا تفاصيل الشغلانه بتكون قدامك وبتقراها. وفي غيرهم كتير من الشغل اللي بيحتاج واحد عشان يطور الابلكيشن، فهي مهاره مهمه وتندرج تحت قسم البرمجه. المهاره اللي بعد كده هي السوشيال ميديا مانجر، وده الراجل اللي بيقدر يدير السوشيال ميديا بلاتفورمز من حيث التسويق واستراتيجيات انشاء المحتوى والجمهور المستهدف، وبعض الاستشارات لتنظيم السوشيال ميديا، لان كلنا طبعا عارفين ان السوشيال ميديا بقت جانب اساسي من نجاح اي مشروع في الدنيا، وبقت تسهل بشكل كبير التواصل ما بين العميل وما بين صاحب المنتج او الخدمه. فانت لو مش خبير في السوشيال ميديا ولا خبير في ادارتها فانت هتحتاج واحد يقوم بده مكانك. سعر الساعه للراجل اللي شغال في المجال ده بيتراوح ما بين $14 ل $35 في الساعه الواحده، والكلام ده طبقا لموقع اب وورك. وتوقعوا نسبه الطلب على الشغلانه دي هتزيد بنسبه 10% سنه 2031. المهاره اللي بعد كده هي مهاره البرمجه. البرمجه فيها 3 حاجات اساسيين ومذكورين بالنص: مبرمج عام، وده اللي يقدر يكتب اي كود ويقدر يفك اي شفرات ويقدر يطور اي كود واللازم منه، وده بيكون لازم خبره كبيره جدا. الحاجه الثانيه هي الويب ديزاينر، وده الراجل اللي بيشتغل يو اي يو اكس او فرونت اند. دي شغلانه ودي شغلانه، لكن الاثنين تحت مظله برمجه المواقع الالكترونيه. النوع الثالث هو تطوير المواقع الالكترونيه. كل حاجه من دول ليها طريقه وليها لغتها وليها مجالها، وكلهم تحت مسمى البرمجه. تقدر تتعلم اي حاجه منهم. اقول لك على حاجه، انت تقدر تتعلم ال3 عادي. البرمجه هتفضل واحده من اهم المجالات في الحياه عموما. سعر الساعه للراجل اللي شغال في اي مجال منهم بيتراوح ما بين $15 ل $30 في الساعه، والطلب على الشغلات دي هيزيد بنسبه 23% طبقا لموقع اب وورك. هو شغل مطلوب والطلب عليه هيزيد. كده احنا يعتبر ذكرنا اهم المهارات اللي اتذكرت على موقع اب وورك على انها اهم
من مجالات طلبا في سوق العمل الحر. واظن ان بقى موجود على القناه فيديوهات كتير ومعلومات كتير عن انواع العمل الحر، والمعلومات اللي اتكلمنا عنها في الحلقات كلها كافيه جدا انها تخليك فريلانسر، لكن لازم زي ما قلت لك انك تتعلم حاجه عشان تقدر تشتغل بيها. فالموضوع عندك انت دلوقتي والقرار في ايدك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك اشعار لما ننزل فيديو جديد، واكتب لي في الكومنتات وقول لي تتوقع انهي مهاره منهم ثمنها هيزيد في المستقبل، خصوصا بعد الذكاء الاصطناعي. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.